وراح حدفه من الطيارة. نزل كبير وقعد يفتكر، وهنا بنرجع بالذاكرة 20 سنة لورا. اعتقد كده مفيش فيلم هندي غير لما بيرجعوا فيه 20 بالذاكرة لورا او بيطلعوا بيه 20 بالذاكرة لقدام. وهم صغيرين بقى كان كبير وراغو متسولين في الشوارع، ولكن كبير كان ضعيف والعيال دي هتضربه، ولكن فيكرم اللي هو راغو يعني هو اللي انقذه منهم وضرب العيال دي. وهنا كبير حبه وهربوا سوا وبقوا صحاب جدا. وبدأ راغو يعلمه الضرب والسرقة وازاي يتعامل مع كل الظروف بتاع الشارع. يعني فيكرم هو اللي علم كبير الحاجات دي. وفي مرة اتقبض عليهم وهرب منهم راغو، ولكنه رجع عشان صاحبه واتحبس معاه، وقعدوا في السجن لحد ما جه مين؟ القائد لوثر. ولوثر هنا يا جماعة كان بيدور على عيال من الأحداث دي تكون عندها لياقة وحكمة ويضمها للجيش يعمل فيهم خير يعني. وقاموا بعمل اختبارات كتير، وكان كابو وراغو هم المتصدرين في الحاجات دي، ولكن كبير كان عنده حكمة في الكلام والتصرفات، أما راغو بقى فكان شديد وعنيف. عشان كده ما عجبش القائد لوثر، ومن هنا اختار كبير بس هو اللي ينضم للجيش. حتى راغو بيقول له ازاي وانا عديت من كل الاختبارات؟ قال له مش كل حاجة عضلات يا ابني. وهنا زعل راغو جدا وقال لكبير يلا نهرب سوا. كبير رفض وقال له انا عاوز فرصة تانية، ما صدقت الفرصة جات لي عشان ابعد عن العيشة اللي انا كنت عايشها دي، وانت لو استنيت هنا هياخدك المرة الجاية بعد 6 شهور. زعل منه راغو جدا وقال له لا انت اناني، مع ان انا اللي علمتك كل حاجة، بس هوريك ان انا هبقى الاول دايما وبمزاجي. سلام يا صاحبي. ومن هنا افترق الصحاب، ومن ساعتها ما شافوش بعض غير في اللحظة دي. نرجع من الذكريات ديت على كبير اللي قدر يوصل لمركب جوتام، خلص على اللي فيها لحد ما وصل لجوتام نفسه. تقريبا كده عملها على نفسه. وهنا فتحت الشاشات للاجتماع وعاوزين يموتوا رئيس وزراء الهند، وبيسألوه لو في اخبار عن كبير. ظهر قدامهم المعلم وقال لهم سيبكم من رئيس الوزراء، خافوا انتم على نفسكم بقى، انا اللي جاي لكم. وقبل ما ياخد اي معلومات من جوتام وصل المعلم فيكرام وراح ضربه بطلقة في دماغه. انت فاكر انك هتفوز عليا يا كابو؟ شوية كلام كده وراح ضارب جولاتي في دماغه. ده ليه بقى؟ عشان ياخد مكانه في كالي ويلفق تهمة موته لكبير. وهنا كبير فجر المركب وجري باللانش والطيارة وراه. فجر الونش ده فتق الطيارة وكبير وراه. راح كبير ضارب التحكم عند فكرة. اوعى بقى الهند شغال، صاحبنا طرب اللانش على الطريق وسط السباق. شكله كده فاز عليهم كمان. اللي يكيدك يا اخي ان اللانش ما حصلوش حاجه من الاسفلت. ونزل البحر وهو نازل ضرب كبير ظرف كمان، والمطارده شغاله. لانش فيكرام اتدمر، قام ماسك في المرسى بتاع لانش كبير، ولكن المعلم كبير عمل له مفاجاه. بوم. نرجع تاني للهند وشافوا اللي حصل على المركب. وهنا كافيا بعد ما شافت الخاتم بتاعها اللي كان مع كبير بتقول لهم انا هقدر اوصل له لوحدي، لانهم كانوا بيحبوا بعض يا جماعة، ولكن لظروف شغل كبير في المخابرات دي مرضيش يتجوزها. وهي راحت على المكان اللي كانوا بيروحوا فيه سوا. وهنا قال لها كبير على كل حاجة. قالت له اوعى موت ابويا يروح هدر، لازم تدمر منظمة كالي كلها. وقالت له على فكرة فيكرام هو هيبقى رئيس المجموعة اللي هتحمل وزير في المؤتمر في دافوس، روح شوف شغلك يا كبير. وبالفعل في منظمة كالي خد فيكرام كرسي جوتام وبقى واحد منهم، وهم دلوقتي عاوزين يقتلوا رئيس الوزراء ده في المؤتمر بتاع دافوس ده. خدوا بالكم بقى من الحتة دي. صاحبتنا كافيا واثقة جدا في الوزير ده لأنه كان صديق أبوها الروح بالروح. قالت له أنا معايا كبير وعاوز أقول لك على حاجة مهمة. قال لها مش هينفع في التليفون، يلا نتقابل في المكان الفلاني. راحوا هناك لقوا جيش في انتظارهم واشتغل العجن تاني يا شباب. بتقول له يا نهار حبر، هو سارتك الوزير ده تبع كالي برضه؟ قال لها اكيد، وهو اللي اختار كمان موت عائلته كلها اللي هي كانت على الطيارة يعني، وهو كده مع كالي ومدبر موت رئيس الوزراء ده عشان هو يحل محله، وكأنه يعني البطل بتاع الهند. ضرب النار شغال وخلاص حصروهم. هتعمل ايه يا كبير؟ هنا وصل المعلم القائد كول وراح مشلوحهم بالمتعدد. وسأله كبير هو لوثر كان قالك على منظمة كالي؟
قال له يا معلم انا اللي قايل له اصلا عليها، وهو قال لي ان كبير هو الشخص اللي تثق فيه لانه محارب شجاع. طيب العمل ايه دلوقتي؟ قال له هنسيب فيكرام يحقق طموحه ويبقى هو الاول في كالي، يعني نسيبه برضه يدمر معانا في كالي دي، وبعدها نغير احنا بقى ايه النهايه. وخلى واحد صاحي هنا يبلغ فيكرام ان كبير مات. وهنا بيتضح لنا ان فيكرام شكله كده زعلان على موته، لانه برضه يا جماعه كان صاحبه وبيحب الروح بالروح يعني. وهنا وصل رئيس الوزراء لدافوس، وطبعا فيكرام هنا عشان يقتله، ولكن يتفاجئ بوجود كول، ولسه فيكرام هيركب معاه. قال له كول لا يا معلم، روح انت احمي سارتك. ليه؟ لانه في خطر، وكمان كافيا مش لاقيينها من امبارح بعد ضرب النار اللي حصل ده. يا حسرتك يا فيكرام، مش هتقدر تتكلم. الدنيا بتشعلل يا شباب، ارجوك لو نسيت اللايك يعني اعملهولي دلوقتي. وصل سارتك ولقى فيكرام في حراسته. انت هنا ليه؟ قال له غصب عني، بس كبير مات. اخيرا كبير مات، وكده هبقى رئيس الوزراء. ما فرحش بالكلمة، خد الطلقة ومات. واتصل كبير بفيكرام وقال له كده الخاين سارتك انتهى وانت كمان، وراح نشه برصاصة، ولكنه قال له ما تقلقش، الرصاصة بعيدة عن قلبك بس مش هتموت دلوقتي. واتصلوا بيه وقالوا له انت فشلت لان كبير افضل منك، وقالوا له برضه ان كده كالي اتهزمت. ليه بقى؟ لان سارتك ده كان هو هيبقى رئيس الوزراء، ومن خلاله كانوا هيتحكموا في الهند والوزراء اللي تحتهم. كده خططنا كلها باظت بسببك. طيب ادوني فرصة كمان 24 ساعة وانا هقتل لكم كبير. وراح متصل بكبير وقال له تعالى قابلني راجل لراجل، واللي يفوز يبقى هو رقم واحد. كل هنا بيقول له بلاش. قال له مفيش غير هو ده دلوقتي اللي عارف كل اعضاء كالي، يعني انا لازم اروح وانهي الموضوع. راح له كبير بالفعل، ويا اخويا لقاه قاعد عمال يسمع اغاني وعمال يشرب كمان. كبير كده حس ان هو بيلعب لعبة تانية. راح فكرام موريه بس مباشر ان هو مرتب برضه لموت رئيس الوزراء. ليه بقى؟ لان لو مات رئيس الوزراء كده كالي ما قدامهاش غير ان هي تساعد فيكرام ان هو يبقى رئيس الوزراء، لان هو اللي تبعهم وهو اللي فاهم الليلة، مش لسه يعني هيجيبوا حد من جديد. وحصل ضرب نار عند رئيس الوزراء بالفعل، ولكنهم ركبوا العربية بسرعة واشتغل العجن تاني يا شباب. بس المرة دي الضرب بفترة. كبير عمال يضرب في فيكرام وهو بيضحك وبيقول له ان كل حبايبك ماتوا، قصده يعني على مين؟ على روني وعلى روسر وعلى ناس تانية كمان. وقام فيكرام عليه بفترة بجد، وبحديدة في ايده بهدل ايد كبير. ما تيجوا نشوف شوية الاكشن دول. وهنا رئيس الوزراء بقى في امان، وبلغوا كبير انهم بامان. يا حسرتك يا فيكرام، حتى نزلوا طاقم الطيارين كلهم وكافيا هي اللي هتسوق. يلا بقى نكمل شوية العجن دول سوا. ضربوا بالسيخ، راح واخده في حضنه. التلج بينزل عليهم زي السكاكين، ولكن كبير بعده عن الموت، وقعدوا يضربوا في بعض بالتلج وكأنه سكاكين، مع شوية مناظر ليهم وهم صغيرين. حاجة تصعب بجد يعني. خد منه التلج بسنانه بس برضه مرضيش يضربه ويموته، ولكن التلج مخروق بطنه. وهنا قال له كده انت فزت برضه يا كبير زي زمان. قال له لأ، في كل منافسة كنت انت الاول رقم واحد، كان نفسي اكون زيك لانك كنت بطلي وكنت قدوتي، ولو كنت اعرف ان كل ده هيحصل ما كنت سبتك ابدا. سامحني يا شريكي، سامحني ارجوك، ده انت اللي علمتني ازاي اعيش. بعد شوية كلام حلوين وعتاب مع بعض، شكله كده رجع العقل، وقال له ان في الطيارة في جثة الوزير ده في قنبلة. راح عليها كول، وبالفعل حدف من الطيارة كده زي الفل، والصحاب فل الفل خدوا كبير. بعد 9 شهور بنشوف ان فيكرام لسه عايش، وبدأ الصحاب سوا يخلصوا على اعضاء كالي واحد ورا التاني في كل البلاد يا معلم. روسيا، باكستان، فرنسا، الصين، ميانمار،
إيطاليا، المنوفية كده يعني. المهم خلصوا عليهم كلهم ورجع كبير لكاذي والدنيا حلوة. ما تنسوناش باللايك والاشتراك، واستنونا في الافلام الجايه، ولو عاوزين نلخص حاجه كده قولولي يا ريت في التعليقات. يلا نتفاعل كده مع بعض يا شباب. شكرا، سلام.